صفقة الهيد طلع في صفقة. ورجعنا لمرجوعنا يا ولاد للمواعين بقى، وهم المواعين ونكد المواعين وحزن المواعين وقهر المواعين وكبد المواعين ونكد المواعين وكل حاجة وحشة في المواعين. أنا جالي عقد. سمك النبي اللي متصل على النبي صلى الله عليه وسلم. اللايك يا ولاد، اللايك والله العظيم بتدوم. أنا جالي عقدة يا ولاد، يا ولاه أنا جالي عقدة يا ولاه من المواعين وسنين المواعين واللي جاب المواعين واللي خلق المواعين واللي صنع المواعين. أعمل إيه؟ النبي يختم هدعكم، والنبي اللي سمى نبي ما هدعكم، والنبي اللي سمى نبي هسيبهم ينتنوا. والله ما بهزر، والله ما بهزر. اللي خلينا كده والله لا. مش اول دولة على فكرة. انا لو طريق ليا طريق بلد معاكم اول، بس باجي اعمل كده بلاقي بضل مفيش نظافة. لا ما مش بيحصل ان انا قعدت كذا يوم كل يوم ادعكم كل يوم ادعكم. ايوه لا، بس هنا مفيش لا هنا ولا هناك. كنا وحياتك وحياتك لو كلت في طبق لسيبه ل 200 سنة. وحياة ربنا بهزر. طب بكره تيجي وتشوف، والله بكره تيجي وتشوف. نتراهن والفيديو هيفضل موجود مش هيتماسك. كانت واحدة زي كده كانت بتسيب المواعين تحت. والله ما مش انا، والله ما انا. كانت بتسيب المواعين تحت. اول ما راحت بيت جوزها مش معايا انا. عدوك على اللي حصل ليه. لا مش معايا انا، ماليش خلق. مش قلت ماليش خلق، لا الواحد خلاص الطاقه بتاعته لا الطاقه بتنتهي. والنبي اسيبهم يقول غسيل، والله العظيم اسيبه ينت. مع ان ده اكتر حاجه ما الواحد ما ينفعش يسكت عليها، بس لا والله. انتوا هتجوزوني ليه اصلا؟ ما تتجوزيش انت عايزه تتجوزي. انت ايدك دي اللي هتمد على الاسير. يا ناقصه قرف، خلوني قاعده جنبكم. ايدك اللي هتمد على الاسير. ما دي سنه الحياه، عارفه لو مش سنه الحياه وما ينفعش الواحده كانت فضلت قاعده. لا خليك ينفع والله. طب انا قاعده افضل مخطوبه يجي 500 سنه عادي. لا ما تخطبيش بس، لا ما ينفعش عادي. فالخطوبه للجواز، لكن من غير خطوبه مفيش كده. وخليكي بقى كده ماشي. طب ما هو ممكن الخطوبه تفضل 5 6 سنين 20 سنه عادي. اللي لا بس يا بيه حرام. ده في ناس يا بنتي يا جهله يا معفنه بتفضل حب 5 سنين 10 سنين 20 سنه. تعبيط يا بيه، ايه اللي حرام؟ وانت ما تبدا 10 سنين الا هي السنه اللي في الاخر. عايزه اجيب اخر بقى. مش عارفه ايه اللي هيحصل بقى. احنا والزمن بقى يقتنع بالامر يا ما اقتنع. حلو قوي هتجوزوني ليه؟ احنا قلنا لك اتجوزي، ده الجواز بمزاج. طب ما انا حبيت احمد، ما ينفعش اسيبه يا محنو. طب والله العظيم ما بهزرش. عارفه لما كنتش حبيته كنت قلت لك خلاص انا موافقه. كنت سيبته مش من بكره، من 3 شهور سنه فاتت. يا محنو يا أهروب. والله ما بس يا بيه. طب والله يا بنات اللي معايا في الكلام اللي انا بقوله ده يشهد. يعني انت حبيتي شخص ينفع تسيبيه وبقالكوا سنه ونص مع بعض اهو. انا واحمد بقينا كملنا سنه ونص. مش هقدر اعيش الجواز. انت مش هتعيش الجواز. لا انا هقدر وكل حاجه، بس هسيب مواعيني وسخ. الجواز مواعين غسيل ترويق. لا دي قصتي بقى انا بعد الجواز، قصتي مع اللي هتجوزه مش قصتكم. هو يدعك يوم هنا يا اما اللي ياكل طبق يغسله. انا همشيه بالقانون دي، اللي ياكل طبق يغسل، اللي بص اللي وسخ معانا يغسل، ماليش دعوه. ماشي بس بقول لك صوري الحته دي. ماشي. هنعمل فلوتات سهل. يا لهوي يا ولاد، ده اسعار الشحنه ولعت يا ولاد. يعني الدليفري مثلا لو انت طالبه حاجه مثلا من شي ان ولا حاجه وجايب لك شنطه مثلا او ضوافر زي اللي انا كنت طالباها ده اهي، الشحن ب 200 جنيه. 200 سامعني؟ بقى ب 200 الا ايوه 200 ما ايه؟ والله بقى ب 200
تطلب شحن ليه؟ يعني الشنطه لو هتجيبها ب 500 جنيه يعتبر ب 700 جنيه. الحمد لله انا جبت الشنطه من زمان. يا خساره. يعني ينفع كده يا ولاد؟ انتوا ليه بتغنوا الشحن يا ولاد؟ انا كنت لسه هطلب يا ولاد حاجه، كنت هطلب اسمها ايه دي؟ قولي معايا يا بيه. كنت هطلب بيجامة العيد يا ولاد. ايه بيجامه العيد؟ ما 500 جنيه يا ولاد، حرام عليكم. بتلاقي بيجامه العيد. بيجامة هو اللي شكلها ايه؟ مش لوحدها؟ بتمشي ما بقولك بيجامة تقولي بتمشي لوحدها. انت في ايه في دماغك؟ ايه؟ في ايه في دماغك؟ ما ب 500 جنيه عشان كده بقولك مش لوحدها. اذا كان اللي خلى بس الشحن ب 200 جنيه حبيبتي، هي هتكون بكام؟ ده الحاجة كلها رفعت في داهية. والله العظيم كنت لسه هطلب النهارده. يلا ماليش في الطيب نصيب، كحكة في ايد اليتيم عجمة. ينفع كده يا ولاد؟ ممكن يا ريت تخلصي بسرعة عشان ظهري وجعني بالله عليك، وايدي بصي اعمل بتاعك يا شيخ. ايدي وجعتني يا ولاد. اللي عنده شفتي بقى عرفتي؟ ما بتعرف تعمل ايه؟ عشان كده انا بقولك مستحيل. هتروحي بيت جوزك ومش تعملي حاجه بمزاجك. مش هعمل حاجه بمزاجي. طب انت ايش عارفك اني بمزاجي؟ الحمد لله والله العظيم بقول كده حاجه صحيحه. اقسم بالله بقول لك الكلمه دي عشان اوصل اللي انت هتقولي دلوقتي. لا والله العظيم بجد هو يكون كل حاجه بمزاجي، يعني مش اكيد مش غصب عني. لا انت لسه قايله بتقولي رجعت في كلامي. لا مش برجع في كلامي، انا لسه قايله لك، بس اكيد كل حاجه هتكون بمزاجي. يعني مثلا ايه؟ هقول لك على حاجه، هل انا هغصبه ان هو ياكل اكل هو مش عاجباه؟ ايه ده؟ ما بتكلمش على الاكل. بطلي استهبال. انا بديكي مثل. لا دي مش مثلا، دي مالوش دعوه بدعيك المواعين والترويج. لا هي يعني مثلا ايه؟ انا دلوقتي مش عايزه اكل اكل، هو يغصبني على ان انا اكلها؟ ردي. طيب كذلك برضو كل حاجه بمزاجي. لما حبيتها كنت بتكرهي القلقاس. ما بقتش احبه بقى، كرهته تاني. كدابه كرهته تاني. انا احب اي حاجه عشان احمد يا ولاد. بصوا دقيقتين هنتخانق مع بعض ان شاء الله. لا البيش ده ياخدوك عشان تفرق. ايه؟ البيت ده مش هيترفض. طب الحمد لله يا رب، الحمد لله ما حدش هيشوفه دلوقتي. نتبسط بقى احنا شويه بالكلمتين دولت وبعد كده نبقى نتخانق براحتنا. بس تتخانقوش من العيد. يوم العيد؟ ده يوم العيد انا هتلاشاه خالص. والنبي لو قال لي مش جاي هقول له براحتك يا اخوي، براحتك يا حبيبي، مش هتخانق، مش هعمل زي العيد اللي فات. هو انا كل عيد هنكد على نفسي؟ لا والله بجد، جه ما جاش خلاص والله العظيم. تاني يوم بقى نبقى نخرج، تالت يوم عادي ما فيش مشكله. بس احنا لو نمنا بدري، هو نفسه ان احنا ننام بدري ونصحى بدري. بيقول اجيلك بقى من الساعه 5 بقى نروح نصلي بقى ونرجع بقى نفرقع صواريخ وناكل ونشرب ونزقطط، ولو هنخرج ماشي، مش هنخرج نقعد شويه ونمشي وتاني يوم نبقى نيجي نخرج. يالا انا متاكده ان احنا يوم العيد هننام لحد دلوقتي. صباح الخير يا اولاد، احنا ما احتناش بطعم العيد، احنا لسه صاحيين. لكم في عنا بصراحه. صفقة الملايات يا ولاد. لو تخلي ايدي كده شويه يا هدف بالله عليكي، ايدي وجعتنا قوي يا ولاد. بتضحكي من ايه؟ معلش بقى، كان الله في عونك يا اختي. اعملي لي كوبايه شاي يا امي، كوبايه شاي. وانا يا كوبايه شاي. كوبايتك هنا.
يلا يا حدير يلا، انت بتقصريش فيها لما تيجي تدعكها تاني. يلا يلا بجد انا نفسي انا تعبت. انا جعانه اكل حلو بس مش عارفه ايه هو. مش عارفه، انا مش عارفه ايه هو. انا جعانه اكل حلو بس انا مش عارفه ايه هو. ليه بقى؟ بصوا مرات اخويا يا ولاه طلع بالاكل فوق. البنت هدر بقى تدعك اخر طبقين وخلاص كده. هسيبها بقى وهطلع على بره. ظهري وجعانه قوي. انا جثه كبيره يا ولاد، انا عضميه كبيره، ما اقدرش اقف كده والله يا ولاد. ما اقدر اقف كبيره يا ولاد، انا عضميه كبيره يا ولاد. يا هدر بجد انا عايزه اكل اكل بس مش عارفه ايه هي. قولي انت عايزه ايه؟ والله العظيم ما اعرف. والله العظيم تجيبي لي كريبايه دلوقتي. لو كنت عارفه كنت كنا اقسم بالله زي انا اقسم بالله. طب ما في وقت اهو، لسه الساعه 10، احنا في رمضان محدش بينام. انا فاتحه. ومين تاني؟ ماشي يلا ناخدهم ونطلع ان شاء الله. روحي بقى. انا عشان اكلت اكل ادفع 800 جنيه. تعمل ايه تاني يا حيزبونه؟ حيزبونه شايفه يا ولاد انا بدلع اختي والله يا حيزبونه. كانش العشاء. كانش العشاء. ماو الحيزبونه بتدعك البتاع ازاي؟ عارفه زيي؟ ابدا يا حيزبونه والله العظيم حاسه ان ايدي هتتشل. امال ايه اللي بتتاكل ليه؟ والله العظيم. خلاص يا شباب يلا هتخش يلا باللايك. اقعدي مش هقف انا مش هقف. تعالوا بس نسيبكم كل جديد. يلا بقى انا خلاص. شوفي انا كده انا اللي معايا التليفون. شوفي بقى مين اللي هيقفل بقى ويسمع كلامك بقى. طب انا خلصت على فكره. خلصت؟ انت لسه طلعي الملايات بطلي هبل. لا مش طالعه النت بقى خلاص. ليه؟ يلا هحطه بسرعه واطلع بسرعه عشان اخلص. ماشي انت. طب طلعي دول وبعد كده نبقى نقول لهم سلام. لا بصي يا ولاه غسلت الحوض وبعد ما غسلت الحوض الحيزبونه يا ظهري. انا عظمه كبيره يا ولاه. انت بطلت الكلمه دي ليه؟ برضك بتديك على قد ما انت بتقول. طب والله انت فاكراني بهزر؟ مش كده. ظهري مش قادره اقف بس بيه. انت صغيره مش عظمه كبيره. انا صغيره يا ولاد بس تعبانه. ايوه قولي كده بقى مش عشان عظمه كبيره. عشان ربنا ما يديكش عجزا بدري. انا عظمه صغننه يا ولاد ولسه صغننه بس تعبانه والله. حاسه ان انا عندي 100 سنه. ياه. ايه بتقولي يابا؟ حد يكلمنا؟ انتوا سامعين ابويا يا ولاد؟ انتوا سامعين ابويا؟ دول ريحتهم اريال خالص. يانا مين؟ عيد ميلاد الام. عيد ميلاد الام لسه بعد العيد باسبوع. صح؟ بعد العيد باسبوع. زمان سهرتي ولعبتي وشلتي من عمري الليالي. انام وتصحي تفكري. يا ست الحباب يا حبيبي.
مراخيري يا غلا من بصوا بقى مرات اخويا القمر مراخيرها كل يوم بتنفش مرة. انا مش فاهماها بجد، مش فاهمة، كل يوم مراخيرها بتكبر شوية. يا بنتي انت حامل في واد ولا حامل في بيت ولا حامل في ديناصور؟ فين؟ تمساح. الله على مراخير. يلا نطلع نخش عشان ما يخش الاشراف في القناه وتفعل